نفسي استثمر فلوسي وابقى غني زي الناس دي، ولا انا ماليش نفس زيهم، ولا انا مكتوب عليا افضل اتفرج على الناس اللي بتكبر وانا واقف محلك سر. كل يوم بشوف واحد نجح والتاني فتح مشروع والتالت بيكسب ألوفات، وانا بقول لنفسي هو انا ناقص ايه؟ عندي عقل وعندي حلم بس مش عارف ابدأ منين. كل ما اوفر قرشين اخاف اضيعهم، وكل ما اقول استثمر الاقي مليون طريق ومش عارف اختار ولا واحد. يا ريت لو حد يجي يقولي ابدأ منين واعمل ايه وازاي اتحرك من المكان اللي انا فيه. في الحلقة دي هنفهم مع بعض ازاي تستثمر في الاسهم والسندات بطريقة ذكية وآمنة. هتعرف الفرق بينهم وازاي تختار الاستثمار المناسب لظروفك المالية، وايه هي الاستراتيجيات اللي بيستخدمها الاغنياء علشان يضاعفوا اموالهم بدون ما يخاطروا بثروتهم. الخطوات بسيطة بس النتائج قوية جدا لو نفذتها صح. فاكر لما قلنا ان الطريق لأول مليون مش بس في الشغل، لكن بالطريقة اللي تخلي بيها الفلوس تشتغل مكانك؟ في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الاستثمار في العقارات، لكن النهاردة هناخدك لعالم تاني، عالم الأرباح اللي بتتحقق وانت قاعد، بس بشرط انك تكون فاهم اللعبة. هنتكلم عن الأسهم والسندات، ايه الفرق بينهم وازاي تختار الصح، وازاي تبني محفظة استثمارية تديلك دخل ثابت ومستمر زائد نمو في رأس المال من غير مخاطرة كبيرة. خليك معايا لأن الحلقة دي هتغير نظرتك للبورصة 100%. أول حاجة هي الفرق ما بين الأسهم والسندات. بص يا صديقي، ببساطة شديدة جدا، الأسهم دي يعني إنك بتكون شريك في الشركة، يعني لما بتشتري سهم في شركة معينة فأنت كده بتبقى شريك من ضمن الشركة. أما السندات فدي معناها إنك بتسلف شركة أو حكومة مقابل فايدة. الأسهم بتكسب من الأرباح ومن ارتفاع السعر بتاعها، أما السندات فدي بتكسب من الفايدة المنتظمة. يعني الأسهم بيكون فيها مخاطرة أكبر مقابل انها ممكن تديلك عائد اعلى، انما السندات بتكون امنة اكتر لكن العائد بتاعها بيكون ثابت. الحاجة التانية ازاي تختار الصح. لو انت مبتدئ ابعد عن المغامرات، ابدأ بالسندات او بصناديق الاستثمار المتوازنة اللي بتخلط ما بين الاسهم والسندات. ولو عندك شوية خبرة اختار اسهم شركات كبيرة ومستقرة زي الشركات اللي بتوزع ارباح سنوية بانتظام. وخلي دايما عندك قاعدة، ما تحطش كل البيض اللي معاك في سلة واحدة، التنويع هنا هو سر الامان. الحاجة التالتة هي استراتيجيات ذكية لزيادة الأرباح. في 3 استراتيجيات مهمة هنا لازم تكون عارفهم. أول استراتيجية هي الاستثمار الدوري، يعني إنك بتشتري جزء بسيط كل شهر علشان توزع المخاطرة. الاستراتيجية التانية هي إعادة استثمار الأرباح، يعني لما الشركة توزع أرباح ما تسحبهاش، لكن استخدمها في إنك تشتري بيها أسهم تانية أكتر وأكتر. تالت استراتيجية هي استراتيجية الصبر. الثراء من الأسهم ده مش سباق، لكن ده ماراثون طويل، بس اللي بيفهم بيكسب أكتر. رابع حاجة معانا هي إدارة المخاطر. ما تستثمرش بفلوس تكون محتاجها قريب، وخلي عندك دايما خطة للخروج، يعني امتى تبيع وامتى تشتري. ولو السوق نزل ما تتوترش، السوق دايما بيطلع وينزل، لكن اللي بيصبر هو اللي بيكسب في الآخر. آخر حاجة معانا هي بناء محفظة متوازنة. هتشوف مبلغ الاستثمار اللي معاك قد ايه، واللي زي ما قلنا انك مش هتبقى محتاجه دلوقتي خالص، وهتقسم محفظتك الاستثمارية على 3 فئات. أول فئة هي الأسهم المستقرة، ودي هتديها 50% من محفظتك الاستثمارية. تالت حاجة هتدي 30% في سندات أو في صناديق دخل ثابت. آخر 20% هتخليها سيولة للطوارئ أو لفرص جديدة. الخلطة دي بتديلك توازن ما بين الأمان والعائد، وهتخليك ما تتأثرش لو السوق نزل. الخلاصة يا صديقي إن الأسهم والسندات دول زي جناحين لأي مستثمر ناجح،
واحد بيطير بيه ناحية النمو والتاني بيطير بيه ناحية الأمان. ولما تعرف تستخدم كل واحد فيهم صح هتعرف ازاي تبني ثروة حقيقية مش مؤقتة. في الحلقة الجاية هنتكلم عن أسرار الدخل السلبي وازاي تخلي الفلوس تجيلك وانت نايم. ده السر اللي بيخلي الأغنياء بيفضلوا أغنياء حتى لو مش بيشتغلوا. تابعنا علشان نبدأ المرحلة اللي فعلا هتغير حياتك المالية للأبد. كان معاكم أحمد مبروك من برنامج فلوسك تحت السيطرة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.